قولوا مستعينا بالله: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أذكر نفسي وأهل الإسلام بقول الله تعالى: ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبقول الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه فلن يدعو داع إلى الله إلا بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، تبليغ دين الله لا يقتصر على الفتاوى، فالفتاوى جزء من أجزاء التبليغ. تبليغ دين الله عز وجل لا يقتصر على شخص، بل نحن مسؤولون عن تبليغ هذا الدين القيم الذي من الله به علينا لأهل الإسلام أينما يكونون وحيثما يكونون، قدر جهدنا وقدر استطاعتنا، فالمستعان هو الله سبحانه وتعالى. المستعان هو الله سبحانه، والشيء بشيء يذكر. لم نعهد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن أن تقتصر الفتاوى على علماء السلطان في أي زمان. نعم، هنالك بعض الفتاوى التي كانت تقتصر على علماء السلطان في بعض الأزمان، لكن كتعميم لم يكن ذلك موجود في أي حقبة من الحقب التي علمناها. فأهل الإسلام بلغوا دين الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإني سائل أسئلة طارحها أرجو الإجابة عليها ممن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا كانت هناك مسألة من المسائل كمسألة طلاق المرأة في حيضها، والأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون، أعني جماهيرهم، بوقوع الطلاق في الحيض. وشذ عالم أو أفتى شاب حدث في هذه الأزمان بعدم وقوع الطلاق في الحيض. ما قالوا ذلك؟ ما قالوه أنه سيجعل النساء يعيشن في الحرام والأزواج يعيشون في الحرام. فكيف أدع مذاهب أربعة بأئمتهم واتجه إلى فتوى معاصرة صدرت من بعض الهيئات؟ نبئوني ماذا أصنع، نبئونا ماذا نصنع في هذه الأشياء. مسائل عقدية. إذا كان رب العزة يقول في كتابه الكريم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول: بل يداه مبسوطتان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى، ويأتي أهل فرقة من الفرق الزائغة يفتون الناس بأن الله ليس له أيدي. أيهما أتبع؟ أتبع كتاب الله وخير مصدر أنقل عنه هو القرآن الكريم، أم أتبع فئة من الفئات المبتدعة التي حادت عن طريق الخير وطريق الحق وطريق الصواب؟ نبئونا بعلم إن كنتم صادقين. يا أهل الإسلام اعقلوا، هل نحيل كل شخص إلى هيئات الفتوى التي هي كما لا يخفى عليكم موظفون حكوميون، من يتكلم منهم بغير المراد يفصل من عمله؟ نبئونا يا أهل الإسلام، نبئونا بعلم إن كنتم صادقين. من على أي حال وبعون الله وتوفيق من الله سنبث كلام الله، سنبث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنبث ما يقربنا من الله، سواء كان بأي صورة من الصور. إن منعنا من صورة وهددنا بالسجن أو بالغرامات من أجلها، فباب الدعوة إلى الله مفتوح. فسنبلغ دين الله بطريقة ترضيه عنا سبحانه وتعالى وعن طاعة ولاة الأمور. فالنبي يقول ونحن ندين بذلك: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فنطيع في المعروف. إذا أمرنا بمعصية الله لن نعصي ربنا سبحانه وتعالى أبدا. بارك الله فيكم. وبيننا وبين الذين منعونا من هذا وحجروه على هيئات تابعة لهم خصومة يوم الدين، بيننا وبينهم، بين كل من يسعى في عدم إيصال العلم الشرعي إلى أهله، خصومة يوم لقاء الله سبحانه
وصدق الله إذ قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.